الفيلم ده من أفضل الأفلام اللي شفتها ومبني على أحداث حقيقية حصلت في أمريكا أيام الحرب الأهلية، فما تنساش الاشتراك في القناة. يلا بينا. بيبدأ الفيلم في مدينة نيويورك سنة 1846 أيام الحرب الأهلية وانتشار العصابات. ده بيكون القس فالون زعيم عصابة الأرانب الميتة اللي أغلبهم من أيرلندا، وابنه جاك، وهم بيجهزوا للمعركة فبيخرجوا بره الأرض المعركة مع عصابته. في الناحية التانية بتظهر عصابة الوطنيين، السكان الأصليين لأمريكا، مش الأصليين أوي يعني، الجماعة اللي قتلت الملايين من الهنود الحمر وخدوا أرضهم. المهم ده الزعيم بتاعهم بيل الجزار. قبل ما تبدأ المعركة بيتفقوا على شوية قوانين اللي هيفوز هيلتزم بيها، أولها إن المنتصر ما يقربش للنساء والأطفال بتاعة المهزوم، وطبعا اللي هينتصر في المعركة هو اللي هيسيطر على مدينة نيويورك. فبيوافقوا على القوانين والمعركة ابتدت. والمعركة شغالة، بيل بيجي من ورا فالون وبيقتله، فالكل بيقف وبيل بيقول لهم أنا قتلت الزعيم بتاعكم وعصابة الوطنيين كسبت. فجاك بيروح لأبوه يطمن عليه فلقاه مات. ده الكاهن والتر صديق فالون، فتشه واخد حاجه من جيبه بعد ما مات. فبيل بيلتزم بالقوانين وبيقول لهم ودوا ابنه الاصلاحيه. فجاك بياخد السكينه بتاعت ابوه وجري منهم، وراح خبى السكينه والميداليه اللي ابوه عطاها له عشان محدش ياخدها، بس مسكوه في الاخر وودوه على الاصلاحيه. وبعد 16 سنه بيخرج جاك من الاصلاحيه وبيرجع للمدينه تاني اللي اتغيرت عن اخر مره كان فيها، وناوي انه ينتقم لموت ابوه ويقتل بيل. فبيروح بيته المكان اللي خبى فيه السكينه والميداليه عشان يجيبهم. فبيلاقيهم بس في شخصين بييجوا وبيسالوه انت بتعمل ايه هنا، فما بيردش. فبيحاولوا ياخدوا اللي معاه. فجاك بيضرب اول واحد والتاني مسكه وحط السكينه على رقبته. فشاف الميداليه اللي في ايده فعرفها، فقال له انت جبتها منين؟ فبيسيبهم وبيخرج. فبيخرج وراه وبيقول له انت ابن الكائن فالون، انت مش فاكرني؟ انا جوني صاحبك، احنا افتكرنا انك مت. فقال له لا، كنت محبوس كل الفتره دي. فبيمشوا مع بعض في المدينه. فجاك بيقول له عرفني كل حاجه حصلت ومن العصابات المسيطره دلوقتي. فبيقول له دلوقتي في عصابه بلاك جوك وعصابه باوري وشيرت تيلز ونايتز ووكر وسلاتر هاوسز وال40 لص، وطبعا العصابه المسيطره والاقوى عصابه الوطنيين. فبيقول له طب عصابه الارانب الميته ايه نظامها؟ فبيقول له ما تقولش الاسم ده تاني، ممنوع حد يقوله. فجاك بيقول له انا سمعت انهم بيحتفلوا كل سنه باليوم اللي انتصروا فيه على الارانب الميته. فقال له بيحصل. وهما ماشيين في واحده خبطت في جون اسمها جيني. فجاك بيقول له خلي بالك سرقت الساعه بتاعتك. فبيقول له انا اللي سبتها تسرقها. بالليل حصل حريقه في المدينه، فعصابه بلاك جوك وصلت بعربيه المطافي وده الزعيم بتاعها تود. فبيوصل في نفس الوقت عصابه باوري عشان تطفي الحريقه. فتود ساب الحريقه وقال لعصابته اهجموا عليهم. فبيتخانقوا مع بعض. جاك وجوني دخلوا البيت اللي بيتحرق عشان يسرقوا اي حاجه. فبيدوروا على اي حاجه غاليه يسرقوها. فبيوصل للمكان عصابه الوطنيين والقائد بتاعها بيل. فبيقول له تود البيت ده خلاص اتحرق، ملهاش لازمه نطفيه. فتود بيقول له عندك حق. فبيقول لهم ادخلوا البيت اللي جنبه خدوا اي حاجه مهمه، مش عاوزين النار توصل له. النار حوطت جوني فوق. فجاك انقذه وخرجه بره. جوني بياخدوا العصابه بتاعته وبيقول لهم اسمه امستردام، هينفعنا عاوزين نضم العصابه. مرضاش يقول لهم اسمه الحقيقي، ده شانج زعيم العصابه. فجاك طلع لهم كل حاجه معاه. فشانج قال له تمام انت معانا، اي حاجه بنسرقها بنجمعها هنا وبنبيعها، وجوني هو اللي بيوصل نسبه من اللي سرقناه للوطنيين والباقي هنقسمه ما بيننا. وهما بيتكلموا بيدخل عليهم سام قائد الشرطه. جاك اول ما شافه عرفه، ده كان صديق ابوه، فبياخد نصيبه وبيخرج. جاك وجوني راحوا البيل عشان يعطوه نصيبه. جاك اول ما شاف الراجل ده افتكره، هو كمان كان تبع عصابه الارانب الميته ودلوقتي بقى تبع الوطنيين واسمه جون. واول ما شاف بيل افتكره على طول، عمره ما هينسى الراجل اللي قتل ابوه. جوني اداه نصيبه. فبيقول له في سفينه موجوده في المينا عاوزك تسرقها قبل ما عصابه تانية تسرقها، وهنتكلم بعد ما تخلص. فبيقول له تمام اعتبره حصل. فراحوا السفينه بالليل لقوها اتسرقت. فجاك اخد جثه القبطان معاهم عشان يبيعوها. تاني يوم راحوا البيل عشان يعرفوه باللي حصل. فلقوا خبر بيع الجثه انتشر، فما بيكونش متضايق من اللي حصل. بس جون ما كانش عاجبه اللي عملوه وان مكان الجثه القبر. فبيغلط في جاك. فجاك بيرد عليه. فبتبدا خناقه ما بينهم. بيل بيقول لهم كفايه كده حشوهم عن بعض. فبيروح لجاك وبيديه حته لحمه وبيكون معجب بيه وبشجاعته، وده اللي كان عاوز يعمله انه يقرب منه. جاك وهو ماشي جيني خبطت فيه وسرقت الميداليه بتاعت ابوه. ففضل ماشي وراها. جيني حراميه محترفه بتستغل جمالها في ان مفيش حد هيشك فيها انها حراميه. المهم جاك مسكها وقال لها انا عاوز الميداليه بتاعتي. فبياخدها منها وبيعرض عليها انهم يشتغلوا مع بعض. فبتقول له انا بشتغل لوحدي. جاك وبيل ماشيين في المدينه فقابلوا الكاهن والتر. فبيقول لبيل مين ده؟ فقال له ده
امستردام عضو جديد في عصابتي. فبيحاول يشوف وش جاك فبيحوش ايده، شكله عرفه. جوني بيقول لجاك بيل معجب بيك، فلو كنت ناوي تعمل حاجه انا مش عاوز اشترك فيها. فقال له انا ضيعت 16 سنه من حياتي على الفاضي، انا ناوي اعيش حياتي. بالليل بيروحوا حفله بتتعمل كل سنه، الشخص ده بيختار واحده وبتكون هي الملكه وهي بتختار الملك بتاعها. فالكاهن بيختار جيني فبتقعد على كرسي ومعاها مرايه وبتختار الملك بتاعها. فالدور بيجي على جوني واللي بيكون بيحبها من زمان بس مش بتختاره فبيزعل. الدور بيجي على جاك فبتختاره وبيرقصوا مع بعض، وجوني ماشي زعلان انها ما اختارتهوش واختارت جاك. فبتقول له انت اسمك ايه؟ فقال لها امستردام. انت اخترتيني انا ليه بالذات؟ فقالت له انا حره انا الملكه. فبيكملوا رقص. تاني يوم الشرطه بتهجم على المسابقه اللي بيل منظمها عشان ممنوع المسابقات اللي من النوع دي تتعمل في المدينه. فجاك بيعرض عليهم انهم يعملوها بره المدينه طالما القانون منع الكلام ده جوه المدينه. فبقوا ينظموا المسابقات على حدود المدينه، وجاك بقى قريب جدا من بيل ومستني الوقت المناسب اللي ينتقم لموت ابوه. بالليل بيروحوا يتفرجوا على عرض مسرحي، فجاك بيشوف واحد بيطلع مسدس ولسه هيقتل بيل. جاك هجم عليه بس في رصاصه بتيجي في كتف بيل. جاك قدر انه ياخد المسدس وقتله. هتيجي تقول لي طب ليه ما سابوش يقتله انتقاما لابوه؟ هقول لك ليه، لانه عاوز يقتله هو بنفسه قدام الناس كلها زي ما بيل قتل ابوه، ويعرفهم انه ابن الزعيم فالون قائد عصابه الارانب الميته. المهم الحركه دي قربت جاك لبيل اكتر واكتر لانه انقذ حياته. بس جاك بيكون زعلان انه قتل الراجل ده، فبيروح له والتر وبيقول له انت فيك شبه من ابوك. فبيمسكوا في بعض. فبيقول له انت طلعت غبي زي ابوك في تصرفاته، بس على الاقل الشعب كان بيحب ابوك، فخلي بالك من اللي ناوي تعمله. بيل بيروح لجاك الاوضه وبيفضل يتكلم معاه وبيقول له انه عمره ما عرف ينام بسبب الحاجات اللي بيعملها، بس لازم يعمل كده عشان يكون في نظام. وبيقول له ان الراجل الوحيد اللي قتله من 16 سنه ولسه فاكره لحد دلوقتي هو فالون، كان شجاع جدا وعنده مبادئ، كان راجل عظيم. جاك بيسمع الكلام ده وبيمسك دموعه بالعافيه. انا عمري ما كنت اب فانا هعتبرك ابني. النهارده اليوم اللي بيحتفلوا فيه كل سنه بهزيمه الارانب الميته وفي تجمع كبير للناس. جاك بيقرر انه هيقتله في الاحتفال، بس اللي ما يعرفوش ان جوني راح لبيل وعرفه كل حاجه، انه ابن فالون زعيم عصابه الارانب الميته. في الحفله جاك بيروح يقعد عادي ومش عارف انه اتكشف، وبيل قاعد قدامه. فالحفله ابتدت وبيل وقف على المسرح ونادى على جيني عشان تعمل معاه الفقره، فبيفضل يضرب عليها السكاكين وكانت هتموت، وجاك حس ان في حاجه غلط. بعدها بيل بيتكلم عن ابوه وعن اليوم اللي قتلوا فيه وانتصر على عصابه الارانب الميته. فجاك لسه هيضربه بالسكينه، بيل صدها وحدفه بالسكينه ببطنه. فقال لهم انا عاوز اعرفكم بابن القس فالون، كان عاوز يقتلني بعد ما كبرته ووثقت فيه. فبينزل فيه ضرب وبيقول لهم اعمل فيه ايه؟ فالكل بيقول له اقتله، بس بيل قال لهم انه ما يستحقش يموت على ايدي، انا هعمل في وشه علامه واسيبه يعيش بيها مذلول وسط الناس. وبيحرق وشه. جيني بتاخده عشان تعالجه وجابت ليه دكتور وفضلت ترعاه. فوالتر بيروح ليه، فجيني بترفع عليه المسدس، فبيقول لها نزلي المسدس انا عاوز اطمن عليه. فبيفضل يتكلم معاه وبيقول له انا عارف شعورك، انا كمان ابويا مات وانا صغير، وهو بيحاول يحقق العداله لشعبه المضطهد زي ما ابوك كان عاوز يعمل ومات وهو بيحاول. فبيقول له طب ليه فتشته بعد ما مات؟ فبيطلع له ماكينه الحلاقه بتاعت ابوه وبيديها له وقال له عشان ما حدش ياخدها. جاك بيجيب ارنب ميت وبيعلقه في الميدان عشان الناس كلها تعرف ان عصابه الارانب الميته رجعت تاني. الخبر بيوصل لبيل فبيجيب الارنب وبيقول لسام بما انك الشرطي بتاع المدينه انت عارف ان عصابه الارانب الميته محظوره هنا وانت راجل قانون فاعمل شغلك. فسام بيحاول يقول له ان الموضوع عادي ومش مهم، فبيل بيهدده فبيخاف وبيخرج يدور على جاك، فبيضرب عليه نار وبيجري وراه، بس جاك مسكه وخنقه وعلقه في الميدان بره. جوني والعصابه بيروح لجاك عشان ينضموا لعصابه الارانب الميته. فجاك بيقول لهم ان في اكتر من 15,000 ايرلندي بيجوا هنا كل اسبوع وخايفين من الوطنيين، لو اتجمعنا مع بعض مش هنعمل عصابه هنكون جيش. فبيبص لجوني وهو متضايق. جوني بيعترف له ان هو اللي عرف بيل. فجاك قال له انا المفروض اقتلك، اخرج من المدينه وما ترجعش تاني. جون وهو ماشي جون مسكه ودخله البيل. فجون بيقول له انا مش معاهم انا معاك. فبيل قال له انت عمرك ما هتكون واحد مننا انت خاين، واما علقه في نفس المكان اللي اتعلق فيه سام. فجاك عرف وراح ليه لقاه لسه عايش، فبيحاول يخرجه ما بيعرفش، فبيقول له اقتلني ريحني من الالم. فجاك مسك المسدس وقتله. تود بيروح لجاك عشان يقنع شعب ايرلندا يصوتوا للمرشح بتاعه اللي هيدخل ضد مرشح الوطنيين مقابل مبلغ مالي مناسب. فبيقول له حط ايدك في ايدي ضد بيل وجماعته. فقال له لو وافقت هتساند مرشح ايرلندي من اختياري؟ فقال له مش هينفع، اكبر منصب لشخص ايرلندي هيكون عضو بلديه. فقال له لا انا عاوز منصب اكبر من كده، انا هرشح واحد ايرلندي كعمده لمدينه نيويورك، ده قراري النهائي. فبيوافق. فبيروح لوالتر يعرض عليه الموضوع فبيوافق وبتبدا الحمله الانتخابيه. وفي الناحيه الثانيه مرشح الوطنيين بدا حملته الانتخابيه، وكل مجموعه بتجمع ناس بالعافيه يصوتوا لمرشحهم. ونتيجه الانتخابات ظهرت ووالتر
والتر كسب. بيل ما كانش عاجبه الكلام ده وراح لوالتر عشان يواجهه في معركة، فوالتر قال له خلاص سيبك من الطريقة الهمجية دي، تعال نحل الموضوع بالكلام. فوالتر اداله ظهره، لقى البلطة راشقة فيه نفس الطريقة اللي قتل بيها فالون من ظهره، وقام مكمل عليه. في نفس الوقت الناس بتحتفل بفوز والتر، وتود بيعلن الفايز عرف ان بيل قتل والتر، فبيخرجوا في جنازته. وهم ماشيين جاك وقف عند بيل وعرض عليه التحدي في معركة، فبيل وافق. بالليل عصابة الارانب الميتة وحلفائها من العصابات وعصابة الوطنيين وحلفائها اتجمعوا عشان يحددوا الوقت والمكان للتحدي، والاسلحة المستخدمة هتكون السكاكين والفؤوس والحجارة، وممنوع استخدام المسدسات. فبيوافقوا على القوانين والشروط، وكل مجموعة خرجت تجهز نفسها. جيني بتروح لمايك وبتقول له انها تمشي من المدينة، فبيقول لها استني لبكرة وهنمشي من هنا مع بعض. فبتقول له انت مش هتكون موجود عشان هتموت بكرة، تعالى معايا دلوقتي. فقال لها مش هينفع. المدينة كلها بقت مولعة واعمال العنف في كل مكان، وكله بيقتل في كله، والحرب الاهلية بدأت في مدينة نيويورك، والشرطة مش قادرة تسيطر على المدينة، فنزلوا الجيش عشان يسيطر على الوضع، وناس كتير اتقتلت. في نفس الوقت عصابة الارانب الميتة وعصابة الوطنيين واقفين قصاد بعض، فلقوا قذيفة اتضربت عليهم من السفن الحربية، والمكان بقى فوضى من كتر القذائف اللي اتضربت، فالكل جري من المكان. بس جاك وقف يدور على بيل، مش شايفه من الدخان، وبيل عمال يضربه بالسكينة وبيختفي، فبيحاول يضربه وفي قذيفة اتضربت جنبهم، والجنود بيقتلوا اي حد قدامهم. بيل اتصاب من القذيفة ومش قادر يتحرك، فبيبص لجاك وهو حزين، فجاك ضربه بالسكينة وبيموت، وبينتم له موت ابوه. وجيني بترجع تاني لجاك وبيمشوا من المدينة، وبيخلص الفيلم. زي ما قلت احداث الفيلم ده حصلت حقيقي ايام الحرب الاهلية في امريكا، فما تنساش الاشتراك في القناة دعما ليا. سلام.